Because I know somewhere deep down in my heart. يخرب عقلك يا موزة. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. والله دماغك جامدة جدا. لا وجايبة مين؟ أنجلينا والواد بتاع تايتانيك. I still love you. طبعا عارفين ليه؟ أصلها بتحب أنجلينا قوي، والعجل ابنها بيحب الواد بتاع تايتانيك جدا، غاوي تايتانيك هو. ومش هكمل لأن عندي كلام مش عايز أقوله، بس بقول للصحف السودانية بلاش منشتات التهديد، وبلاش مصر، وبلاش مصر. الشاشة اهو. أنا بقول لكم من الآخر بلاش. احنا بنعيش هنا في مصر، احنا والسودانيين بناكل لقمة واحدة مع بعض. نعم يا اختي. يعني هم معانا في كل مكان يعني، وعايشين معانا وزي الفل واخواتنا وحبايبنا، وعمرنا ما فرقنا بيننا وبينهم ابدا. دول اخواتنا فعلا. فمش موزة ولا اللي ورا موزة ولا اللي بحرك موزة هيفرق بيننا. يا سلام، سلم على مخك البلالان يا بحر العلم، يا ترعة المفهومية، يا فيلسوف الحمير. ده انا فيلسوفك يا عمدي. لكن الفلوس بتروح وتيجي، لكن اللي بيبقى التاريخ والعلاقات اللي لها جذور. وما فيش حد بيقعد على كرسي طول عمره. واذا كانت ست زي موزة هتشغل شنبات يبقى عيب، واذا كانت ست زي موزة هتشغل شنبات يبقى عيب. والله يبقى عيب، يبقى عيب. ده حتى من الغل بتاعهم عاملين الكاس بتاعهم بتاع كرة القدم عاملينه على شكل هرم السودان. انت مال امك، مال امك انت. انا مش عارف القصة يعني عندهم غريبة جدا يعني. عاملين الكاس بتاعهم اهو، الكاس بتاع الدوري بتاعهم اهو عاملينه على شكل هرم السودان. ما علينا. وادي صورة تانية. وعلى فكرة يعني احنا لا ننكر تاريخ السودان، ولا حد هيعرفنا تاريخ السودان زي ما احنا عارفين تاريخنا. انا بس بديكم فكرة عن المؤامرات السخيفة اللي بتتعمل. مصر محتاجة. طب ما كل نجوم العالم كانوا بيتصوروا عند الهرم. عشان كده الشيخة موزة وكان لها صورة جنب علبتين نستو كده في السودان. الشيخة موزة كانت متصورة جنب في أهرامات السودان. وعلشان بقول للسودانيين خدوا بالكم من بلدكم، عشان كده بقول لكم خدوا بالكم من بلدكم. انت صح. انت مال امك انت. وهنا بسأل وزارة خارجيتنا، احنا التزمنا ليه الصمت؟ احتراما لكلام الرجالة.